لولا البرنامج ده انا ما كنتش جبت المجموع ده. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. داخل نفسيتك في حاجات هي الاصل وهي العامل اللي بيخليك اصلا تجيب المجموع ده او ما تجيبش المجموع ده. النفسيه اولا. كورس نفسيه طالب هيكون على مدار 10 حلقات، اختصرتهم، يعني مواضيع كتيره بس انا اختصرتهم علشان وقتكم وما تقعدوش كتير على السوشيال ميديا وترجعوا بعد كده تقولوا ايه احنا ضيعنا وقت. لا، 10 حلقات فيهم الخلاصه، فيهم المواضيع المهمه جدا 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 اللي هتساعدك عشان ان شاء الله تحقق الهدف ال 99%. وكان معايا ناس جايبين 101% وفي ناس جايبين 102% بالمستوى الرفيع. انا هتكلم عن الحته النفسيه اللي بتقودك، اللي والله تخشي الامتحان تلاقي الحاجه اللي انت مذاكراها بالظبط. هي دي صدفه؟ لا، وركزوا معايا. في طلاب يبقوا مذاكرين 90% من المنهج و10% مش مذاكرينه. مش في كتير قوي بيحصل كده، اللي هو ممكن تبقي مذاكره كل حاجه بس في حته مش مأكده عليها خالص. يخش الامتحان يلاقي الامتحان كله من اللي هو مش مذاكره. هي دي صدفه؟ مفيش في الكون بتاع ربنا سبحانه وتعالى صدفه. وفي ناس تانية بتخش الامتحان تلاقي جاي من اللي هو مذاكره بالظبط، يقول لك انا لسه مراجع السؤال ده امبارح ولسه مذاكر السؤال ده امبارح. هي دي صدفه؟ لا. يعني المعلومات اللي انا هقولها في كورس نفسيه طالب او برنامج نفسيه طالب ده حاجات هتنفعك بعد كده ان شاء الله باذن الله. طيب، اول حاجه خالص عايزاكم من النهارده تجيبوا نوت، النوت دي تجهزوها بحيث كل مره هديكم حاجات عمليه تعملوها لحد ما ان شاء الله نتقابل الحلقات الجايه.